هناك مظهر مخل بكرامة التونسيين والتونسيات، ويتعلق بقبول الذين يأتون إلى تونس بالرقص وبالزغاريد. هل ترى أحد منكم في باريس أو في لندن أو في أي دولة أخرى من يستقبل السواح بمثل هذه الصور؟ إن كانت هناك شركات خاصة فلتعمل هذه الشركات الخاصة داخل الفضاء الخاص وليس داخل الفضاء العمومي. هذا يمس من كرامتنا، هذا يشتحوا بالمحارم أو مشموم فل نحن شعب مضياف، نؤمن كل ضيوفنا عند حلولهم وأثناء إقامتهم في تونس، ولكن لا يمكن أن نقبل بمثل هذه المظاهر التي تخل بكرامة التونسيين. ناقص كان باش تمشي الحكومة الكل البرد حلق الواد باش يشطحوا لهم بالمحارم. تفضلوا مرحبا يتفضلوا، ولكن ما ريناش في دول أخرى هذه الصور، يعني وهي صور قديمة انتهى وقتها. هذه الصور يبل وجمل يشرب في الحليب وورد، مرحبا بهم ونوفر لهم كل الظروف للإقامة، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يمس بكرامة التونسيين والتونسيات. نحن شعب مضياف، ولكن شعب له كرامته، ومثل هذه الصور تمس من كرامتنا. هناك شركات حسب ما أعلم، ولكن اللي تعمل في الفضاء الخاص وليس في الفضاء العمومي. هذه الصور بالفعل مقرفة. كان يعني الشعب دون الشعوب الأخرى يأتي مرحبا به، ولكن أيضا يأتي ونستقبله استقبالا يليق بشعبنا وبكرامة شعبنا وبعزة شعبنا. يعني منذ الأعوام 60، فضلا عن اختيار كان خاطئ، كان يمكن توفير الاعتمادات في القطاع الفلاحي أفضل من هذا القطاع الذي تستثمر في نهاية المطاف وكالات الأصفار أكثر من تستفيد منه تونس. فالعمل هو على أن تكون السياحة متنوعة مختلفة عما دأبت عليه، وعلى العمل أيضا على أن لا نرى مثل هذه الصور التي تمس بكرامتنا وبكرامة شعبنا.